ضمن منافسات الدوري الجزائري ولحساب الجولة 27 من الرابطة المحترفة الأولى، توج نادي شباب بلوزداد رسميا باللقب بعد تعادله أمام نادي شباب قسنطينة بصفر لمثله. أبناء العقيبة وصلوا للنقطة 58 في الصدارة ويحرزون بذلك لقب الدوري الجزائري للمرة الرابعة تواليا وللمرة 10 في تاريخهم. فألف مبروك لكل جماهير نادي شباب بلوزداد أينما كانت وحيث ما تواجدت. أما بقية نتائج مباريات هذه الجولة فكانت كالتالي: نادي هلال شلغوم العيد انهزم بهدفي للصفر أمام نادي شبيبة الثورة. نادي مولودية البيض فاز بهدفي للصفر أمام نادي جمعية أولمبي شلف. نادي شبيبة القبائل فاز بهدف للصفر أمام نادي اتحاد بسكرة. نادي باردو تعادل بصفر لمثله أمام نادي مولودية الجزائر. نادي اتحاد العاصمة تعادل بصفر لمثله أمام نادي نجم مقرة. ونادي شباب قسنطينة تعادل بصفر لمثله كما أسلفت أمام نادي شباب بلوزداد. واتحاد خنشلة فاز بهدفي لهدف أمام نادي أمل أربعاء. ونادي مولودية وهران تفوق أمام نادي وفاق سطيف ب3 أهداف مقابل 0. وعليه ترتيب المقدمة يكون كالتالي: نادي شباب بلوزداد في المركز الأول ب58 نقطة. في المركز الثاني نادي شباب قسنطينة ب47 نقطة. في المركز الثالث نادي شبيبة الثورة ب41 نقطة. نادي مولودية الجزائر في المركز الرابع ب41 نقطة كذلك. نادي اتحاد العاصمة في المركز الخامس ب40 نقطة. وفي المركز السادس نادي وفاق سطيف بنفس الرصيد.